افكركم تاني، كل هتتسأل 3 اسئله، الاسئله دي اجاباتها ولادكم جاوبوا عليها، مطلوب منكم تجاوبوا نفس الاجابات بالظبط. كل سؤال عليه 5 نقط وهنجاوب في 10 ثواني بس. جاهزين ومستعدين؟ جاهزين. مع المسابقه الرابعه وعجناك وخبزاك. اقوى ام في مصر. السؤال الاول لماما ميرفت، نجمه المعلومات العامه والثقب الاسود. لو بنتك بتعمل برزنتيشن ومحدش مركز معاها هتعمل ايه؟ هتزعق وتتعصب؟ هتعمل اكتيفيتي يلفت نظرهم؟ هتكمل مش هيهمها؟ هتسيب القاعه في هدوء؟ ماما ميرفت اخترتي ايه؟ هتكمل ومش هيهمها. شخصيتها قويه. سهير، تعالي نشوف قالت ايه. ايه يا سهير؟ هكمل عامله مع نفسي. لا، هسيب القاعه في هدوء طبعا. هتسيبي القاعه في هدوء؟ وليه ما تحطيش في دماغك هدف وتحققيه؟ ايه يا بنتي ضعف الشخصيه ده؟ انا ربيتك على كده؟ انت تكملي حتى لو ما حدش باصص لك خالص. ركزي. ميرسي يا سهير. ماما سحر، لو بنتك اكتشفت ان في ديب هربان في المنطقه هتعمل ايه؟ مش هتنزل من البيت؟ هتسيب له اكل وميه؟ هتعمل له كمين؟ هتبلغ ناشونال جيوغرافيك؟ هجيبه واذبحه واعمل عليه شوربه. جيب مين ياض؟ ماما سحر جاوبتي ايه؟ مش هتنزل من البيت. اكيد كلنا هنعمل كده. اجابه صحيحه. والحياه مليانه بالذئاب يا ماما سحر. ايوه انت هتقول لي. لو كده مش هننزل من بيتنا خالص. ماما اماني، لو بنتك نزلت الشغل بالشبشب واكتشفت وهي في الطريق هتعمل ايه؟ هتكمل طريقها وتروح عادي؟ هترجع البيت تلبس الجزمه وتتاخر على الشغل؟ هتقول لزمايلها انها اجدد موضه؟ هتروح البيت وتاخد اجازه عارضه؟ ماما اماني اخترتي ايه؟ هتكمل طريقها وتروح عادي. ده لو شغاله في سنترال بقى، سنترال النجم. تروح بالشبشب. هتروح. اجابه صحيحه. عارفه نوجا فون. ماما ميرفت، لو حد وقع اكل على لبس بنتك في عزومه هتعمل ايه؟ هتروح تغير هدومها؟ هتتخانق مع الشخص اللي عمل كده؟ هتروح الحمام تعيط وهي بتنظفها؟ هتوقع اكل على لبسه وتردها له؟ كده طب خد. ماما ميرفت اخترتي ايه؟ هتروح تغير هدومها. هتروح تغير هدومها. إجابة صحيحة. ماما سحر، لو بنتك هتختار جنسية الراجل اللي هتتجوزه هتحب يكون ايه؟ لبناني؟ تركي؟ مصري؟ إيطالي؟ ماما سحر اخترتي ايه؟ مصري. مصري، وحلوة عجبتني مصري. سقفة للرجالة المصريين. استني بقى عشان بسمة استفزتني قوي. يا بسمة، نعم. مالهم الرجالة المصريين يا حبيبتي؟ مش عاجبينك في ايه؟ اعمل فيها ايه الست دي؟ انا كنت قربت ابخرها بعد السؤالين اللي فاتوا. اخترتي ايه؟ تركي طبعا. أمال تركي فين مراد وطبعاً يلدر؟ انا مش موافقه. فين مراد يلدر يا ماما؟ ده كنت احلامي. ايوه، برافو عليك يا ماما سحر. انا مش موافقه. الراجل المصري شهم وجدع. سقفوا للراجل المصري. ليه بتعلوا سقف طموحاتكم؟ ما احنا اهو الحمد لله ما نتشافش بس كويسين. سؤال لماما اماني، لو بنتك فاتحه مشروع واكتشفت ان حد من الموظفين بيسرقها هتعمل فيه ايه؟
هتتلكك له بحاجه وتمشيه، هتشوف محتاج فلوس لايه وتساعده، هتمسكه متلبس وتبلغ عنه، مش هتبلغ عنه بشرط ان هي تخصم من مرتبه. ماما اماني اخترتي ايه؟ هتتلكك له بحاجه وتمشيه. على اساس ان ده نوع من الرحمه يعني. يعني واللي ستره ربنا ما نفضحوش. يعني لا رنا بتحب الجرس، تعالي نشوف قالت ايه. هتعملي ايه يا رنا؟ طبعا همشيه وهبلغ عنه وقفشه متلبس. يا ماما كل ده هتلككه ليه؟ وهقتله في الاخر. مش بيسرقني. والله الحاجات دي وجهات نظر يعني. انا شخصيا ممكن اديله فرصه تانية لان كلنا بنغلط يعني. اكيد طبعا. ماشي ميرسي. ماما ميرفت، لو بنتك ماشيه في الشارع والعيال بيلعبوا كوره وجت في وشها هتعمل ايه؟ هتعرف اهلهم فين وتروح تقول لهم؟ هتشتمهم وتزعق لهم؟ هتاخد منهم الكوره وتجري؟ هتتحرج وتمشي؟ يلا يوم انك له. ماما ميرفت اخترتي ايه؟ هتتحرج وهتمشي. هتتحرج وتمشي. هي شكلها كيوت. اجابه صحيحه. الحمد لله. كيوت زي مامتها. ايتي كاميلا ايتي. ربنا يخليك. ماما صح، لو بنتك هتختار اضاءه اوضتها هتختار ايه؟ هتقلبها افراح وكهارب؟ هتحط شموع، نجف، لمبات نيون؟ ماما سحر اخترتي ايه؟ فرح وكهارب. فرح وكهارب. تحب الفرفشه هي. اجابه صحيحه. بتحب الايداع الشديده. ماما اماني، لو بنتك اتعمل لها غسيل مخ ايه اول طبع هيتغير فيها؟ هتجيب لك عيش وهي مروحه؟ هتحب شغلها وتكمل فيه؟ هتبطل ما تردش على الموبايل؟ هتروق اوضتها؟ ماما اماني اخترتي ايه؟ هتروق اوضتها. هي اوضتها مكركبه على طول؟ اكيد. اجابه صحيحه. طيب المسابقه خلصت والنتيجه ظهرت. ما شاء الله تعادل. ماما ميرفت جمعت 10 نقط. ماما سحر جمعت 10 نقط. اما ماما اماني جمعت 10 نقط.